اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى احمد من كوره تيتش. النهارده هنحلل ماتش الاهلي وجورماهيا، ماتش العوده اللي كان على ارضنا هنا في القاهره. تمام، اول حاجه الاهلي بدا بتشكيله مكونه من حارس المرمى محمد الشناوي، قدامه خط دفاع من الشمال لليمين يحيى عطيه الله، في قلب الدفاع ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، جنبهم محمد هاني، قدامهم في خط النص امام عاشور، مروان عطيه واكرم توفيق، قدامهم ثلاثي من حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام ابو علي. الاهلي جرب بعض التكتيكات لان هو خلاص ضمن الماتش ب 3-0 وكان على جورماهيا عشان يعدي لازم يكسب الاهلي 4. تمام، بس على فكرة برضو عايز اقول على حاجة، يا جورماهيا رغم ان امكانياتها ما كانتش قوية قوي ولكن قدرت انها تقدم ماتش كويس يعني مقارنة بامكانياتها، يعني حاولت نوعا ما، وطبعا تقديرا طبعا يعني لامكانياتها، فطبعا نقدر نقول ان هي عملت ماتش كويس بالنسبة لها هي كفرقة يعني. دلوقتي انا هتكلم على بعض الحاجات اللي انا شفتها في ماتش الاهلي وجورماهيا، وهو بعض الحاجات التكتيكيه اللي بدات ان هي تتجرب في الماتش ده، وزي الكره اللي حصلت في الدقيقه الرابعه اللي هي كانت من يحيى عطية الله. بنبين ان هو يحيى عطية الله بيبدا ان هو يدخل في المنطقه اللي فيها الهجوم ناحيه الوينج، وخصوصا بالتحديد ناحيه حسين الشحات في الدقيقه 4 من الماتش. بتتعمل له كوره من امام عاشور، بس بتتطرف شويه الكوره، فبيحاول ان هو يعملها لوسام ابو علي، ولكن بتتحسب فاول على وسام ابو علي لما بيدخل مع الجون في الكوره دي. بس انا عايز ابين حاجه هتكلم عليها برضو تاني في اخر الماتش، وهقول انا ليه اتكلمت على الفرصه دي بتاعت يحيى عطية الله. بعد كده هنلاقي برضو في الدقيقة 12 جت فاول في كورة بيجربوها برضو لعيبة الأهلي، تقريبا كانت مع بيرسي تاو جوه خط الجزاء، اترفعت له الكورة بس هو ما قراهاش كويس، وده باين ان هو خطة تكتيكية بدأ يجربها كولر استعدادا للمباراة بتاعت السوبر. عايز اتكلم في الجون بتاع رامي ربيعة. تمام، انا كنت في الاول كنت مش عارف الاوفرات بتاعت يحيى عطية الله عاملة ازاي، هل اللعيب كويس في الاوفر ولا لا. اتفرجت له على كذا فيديو مهارات ليه بس ما كنتش بشوف له اوفر كتير في الفيديوهات دي. بس في الكوره دي بالذات انا ممكن اقول لك ان يحيى عطية الله بيثبت ان هو الاوفر بتاعه كويس، بس طبعا انا برضو لسه مش هقدر اجزم عليه من ماتش، بس يعني لغايه دلوقتي اللي انا شايفه من اللاعب هو لاعب كويس جدا. عمل مباراة رائعة جدا جدا. ففي الماتش ده ممكن ما بقدرش اقيم لعيبة، بس في لعيبة بتحسها انها اجتهدت قوي فما تقدرش انك تنكر مجهودها في الملعب، زي يحيى عطية الله قدر انه يثبت ان هو لعيب متميز جدا. تمام، بعد كده هتكلم على الجون بتاع اسامه ابو علي، وده كانت السبب اللي اتكلمت فيه على الدقيقة الرابعة، الفرصة اللي جت ليحيى عطية الله اللي كانت من امام عاشور. الكرة دي كرة تكتيكية من كولر. تمام، يعني انت لما هتلاحظ ان يحيى عطية الله برضو دخل خد مكان حسين الشحات، واتعملت له الكرة من مروان عطية، تمام، اللي هو ما طمعش فيها تماما وبصاها لوسام ابو علي عشان يسجلها جون وجون فاضي. تمام، هنا لما هنشوف هنلاحظ ان كولر بدأ يبقى يعمل خطة تكتيكية، بان انت كان في الاول كان في روتيشن ما بين نص الملعب المهاجم ونص الملعب المدافع، دلوقتي بقى الروتيشن ما بين اللعيبه كلها. يعني انا ممكن اتفاجئ بعد كده ان في ماتش السوبر الاقي رامي ربيعه بيطلع يجيب اجوان مكان وسام ابو علي وسام ابو علي بينزل يغطي تحت في نص الملعب ولا حاجه. ففعلا في بدأ يظهر ان في روتيشن بدأ يتعمل بشكل كبير جدا ما بين اللعيبه كلها، وبين ان هم يلخبطوا اي فرقه تلعبهم. ما حدش من الفرقه اللي بتلعبهم فاهمه مين مركزه ايه، مين بيبدل مراكزه، مين بيبدل المراكز بتاعته، فما انتش فاهم بالظبط هم بيعملوا ايه. وده بيخلي اي فرقه قدامك بتواجه صعوبه كبيره جدا، لان انت عشان تقدر تمسك لعيب وتقدر ان انت توقف خطورته لازم تبقى عارف مركزه ايه. ما انت هتفضل مثلا لو انت كمدرب هتمسك مثلا حسين الشحات للاعب من اللعيبه، فحسين الشحات لعيب وينج فطبيعي مثلا همسكه لعيب باك، لكن لما الاقي حسين الشحات مثلا بيبدل مراكزه مع امام عاشور او مع يحيى عطية الله، فانا هضطر يا اما انزل لعيب الباك ده وابيع المركز ده كله، اسيب الحته دي كلها فاضيه، يا اما هضطر ان انا اغير خطتي واخليه مثلا لاعب نص ملعب من الديفندرات ينزل يمسك حسين الشحات. بس برضه في نفس الوقت طب ما انا ماشي انا ماسك حسين الشحات عشان اقدر اقفل الناحيه الهجوميه بتاعته، طب ما انا بلاقي بقى امام عاشور بيتحرك في الناحيه دي، تمام، وبينزل حسين الشحات لتحت، فيعتبر حسين الشحات ما هوش بقى ما بقاش خطر عليا. فحته الروتيشن ما بين اللعيبه دي حته قويه جدا كولر بيلعب عليها الفتره دي، وبدا كمان يخلي يحيى عطية الله يلعب عليها. مش لعيب ملتزم بان هو باك شمال بس، لا هو لعيب بيهجم، لعيب عنده جراءه في الكوره جوه خط ال 18، يقدر انه يشوط على الجون، عنده
ناحيه دفاعيه كمان قويه، فانت عندك لعيب متكامل بيلعب في باك الشمال، تقدر ان انت توظفه في الروتيشن مش توظيف ان انت تغير مركزه، بس في الروتيشن ده تقدر ان انت تخليه يلعب في كذا مركز. تمام، لان الروتيشن عاده بيبقى مثلا في هجمات معينه، وممكن بعد كده كل لعيب يرجع تاني لمكانه، او ممكن يبقى تبديل اثناء الماتش كله. فانت لما هتلاحظ ان الكره بتاعت وسام ابو علي، الهدف اللي جه في الدقيقه 55، هتلاحظ ان يحيى عطيه الله في مركز حسين الشحات، وحسين الشحات واخد الطرف الشمال ليحيى عطيه الله. فالحته دي نفسها هتلاحظ ان هي خطه تكتيكيه من كولر حلوه جدا. طبعا انا حبيت اتكلم عليها لان دي اهم حته في الماتش بالنسبه لي من وجهه نظر انا. لان انت علشان تشوف الحته التكتيكيه اللي كولر ممكن يكون بيجهز ليها الماتش السوبر، فانا شايف ان دي خطه حلوه جدا. ان انت تبقى عامل لخبطه في المراكز بشكل كبير جدا، فتلخبط اي فرقه بتلعب قدامك. وخصوصا ان انت ماتش الزمالك اللي جاي ماتش قوي، ماتش الفرقه برضو دعمت صفوفها بصفقات كتير قويه، فبرضو هي فرقه يعني هتعمل ماتش قدامك تقيل جدا، فلازم تكون انت برضو نوعا ما عامل استعدادات. هتكلم على الجون برضو، طاهر محمد طاهر بصراحة لعيب مجتهد، حاول يتحرك كتير في الملعب، حاول انه ياخد الكرة كتير، حاول انه يرقص، حاول انه يعمل اللي عليه في الماتش زي ده. انا عارف طبعا ماتش جورماهيا مش الماتش الفيصلي او الماتش اللي انا اقدر احكم بيه على لاعب اقول ان هو لعيب متميز او لا، بس في لعيبة زي ما انا اتكلمت على يحيى توت الله، في لعيبة بتجبرك ان انت تتكلم عليها. تمام، فانا برضو طاهر محمد طاهر من اللعيبه اللي اجبرتني ان انا اتكلم عليها، لان هو الراجل بيحاول يعمل اللي عليه، وده واضح في الملعب، بيحاول يجري بالكرة كتير، بيحاول يفتح مساحات لزمايله، بيحاول على قد ما يقدر يتعامل بالكرة كويس. وبعد كده قدر يسجل الجون في الدقيقة 91 من الطرف اليمين، بشوطة من الطرف اليمين. اخر حاجة عايز اتكلم عليها، زي ما انا اتكلمت عن ان في لعيبة ظهرت وعملت ماتش كويس، فبرضو انا يعني بصراحة انا طبعا احترام كبير لكابتن محمود كهربا، بس انا يعني هضطر اتكلم عليه لان في الدقيقه 88 بتجيله كوره انفراد من محمد مجدي قفشه، بيشوطها في جسم الحارس، والكوره للاسف ما بتخشش جون، وما بيقدرش انه يستغلها تماما. انا عايز اتكلم ان الماتش زي ده انت كنت كسبان فيه، يعني انت ما كانش عليك ضغوط تماما، ومع ذلك انت ضيعت كوره. يعني لو الكوره دي جت في ماتش السوبر ما بينك وما بين الزمالك، والكوره دي انت كنت محتاجها وضاعت بالشكل ده، اظن هيبقى في رد فعل كبير جدا من الجمهور على الكوره دي. فانا شايف ان بصراحه كهربا اخطا في الكوره دي، ممكن يكون يعني بيحاول يعمل اللي عليه، برضه مش عايز اظلمه، وفي النهايه هو كان لاعب متميز جدا برضه في الاهلي وليه كل احترامه، واتمنى طبعا ان يرجع تاني لمستواه واحسن من مستواه خلال الفترة اللي جاية. بس كانت حتة كان لازم اتكلم عليها. انا معاكم مصطفى احمد من كورة تيتش، اتمنى وجهة نظري انها تتقبلوها، وشكرا جدا ليكم.